محمد هاني بيسأل وصل السحب لمدة، فبنقول وصل السحب رخصة القيادة أو رخصة التسيير اللي اتسحبت أكيد الوصل للمدة بيبقى بأسبوع أو أسبوعين على حسب المكان المسحوب منه. طيب مدة الوصل اتسحبت، مدة إيصال السحب انتهت، الأسبوع انتهى، أعمل إيه؟ فبنقول في الحالة ديت لو مدة إيصال السحب انتهت والرخصة ما جاتش فبتروح على نيابة المرور تختم بأسبوع على ظهر إيصال السحب. بس أهم حاجة تتابع كل شوية أو كل فترة في المرور المختص بتاعك اللي أنت مطلع منه الرخصة، لأن الرخصة المسحوبة لما بتتسحب منك بتروح فين؟ بتروح على المرور اللي طالع منه. يبقى أتابع كل فترة أشوف الرخصة جات ولا لأ، ممشيش بوصل السحب المنتهي بحيث الوصل ممكن يتسحب رخر واخش في متاهات بعد كده مع المرور. فمدة الوصل انتهت، الأسبوع انتهى، زي ما قلنا بختم على ظهره بأسبوع كمان من نيابة المرور. طيب الرخصة ما جاتش، عدى شهر عدى شهرين، الرخصة المسحوبة ما جاتش ومعايا وصل السحب، في الحالة ديت بتطلع على المرور المختص بتاعك اللي انت مطلع منه الرخصة، بتشتري النموذج من الخزنة وموظف الصادر الوارد بيكتب لك على بيكتب لك على النموذج ان الرخصة المسحوبة لم ترد حتى تاريخه، والمرور بيدي لك تصريح مؤقت بشهر لحد الرخصة ما تيجي. يبقى وصل السحب انتهى ما تمشيش بيه، يا تجيب على ظهره تسريح بأسبوع من نيابة المرور أو تعمل تسريح مؤقت من المرور لحين ورود الرخصة المسحوبة.